خبر عاجل: زوجة عزيز أخنوش تصدم المغاربة بهذا الفعل. والآن إليكم التفاصيل. قررت زوجة رئيس الحكومة المغربية سلوى الإدريسي القيام بمبادرة للنهوض بالاقتصاد المغربي وجعل المملكة المغربية القاطبة الاقتصادية الأولى في إفريقيا عن طريق إنشاء مشروع تجاري ضخم يتمثل في إطلاق أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بغرض منافسة الشركات المحتكرة للسوق، أبرزها جوميا وأمازون وعلي إكسبريس، بالإضافة إلى علي بابا. ويرم هذا الإنجاز لإحداث مناصب شغل للشباب المغربي المبدع والتخفيف من نسب البطالة العالية. وحسب تقارير صحفية فإن سلوى الإدريسي تطمح لأن تصبح المرأة الأولى في البلاد. وفي حالة نجاح هذا المشروع الضخم على المستوى الوطني فسيتمدد ليصل لبعض الدول الإفريقية. كان هذا كل ما لدينا في هذا المقطع الإخباري، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب باستمرار.